عن قانون الإيجار القديم. عايز أقول لكم يا جماعة، في كل حتة، في كل ربوع في مصر، كل شارع حارة، كل قرية مدينة، كل مركز ومحافظة بيتكلموا عن قانون الإيجار القديم، وبيقولوا لقبين أو حاجتين كده: واحد، معا لطرد المستأجر. رقم اتنين، القانون بيقول ايه؟ اختلف مع حضرتك. اتفضل. القانون التعديل القانون القديم ليس الهدف منه طرد المستأجر. الناس فاهمه كده، انما هو تعديل القيمه الايجاريه. ايوه، وبيديك مهله 5 سنين. انت مستفيد شكلك من الموضوع لسبب انك بتدافع بشراسه عن رأيك. بص، انا ابن السيدة زينب. اتفضل. وراجل عارف يعني ايه ايجار قديم، وعارف يعني ايه ايجار جديد. نعم. وعارف يعني ايه تمليك. الموضوع بالنسبه لنا هو تعديل القيمه نظرا للتضخم الرهيب. ايوه. القصه، الناس لو نظروا في اللائحه التنفيذيه او بعض النقاط اللي هتبقى في اللائحه التنفيذيه، ليس فيها اعتداء على حق المستاجر. بالعكس، هو تعديل وضع ليس اكثر. أيوة. ازاي يا استاذ هاني؟ ايوه، اقول لحضرتك. النهارده المستاجر الذي يعني واحد بيدفع مثلا 50 60 جنيه. نعم. واحد بيدفع 20 جنيه. ايوه. ده اسمه كلام؟ لا طبعا. في شقق وصل حالها ل 20 30 مليون جنيه. نعم. و10 مليون جنيه و5 مليون جنيه. حصل. اذا في شقه مثلا في وسط البلد تعمل لها 15 20 مليون على الكورنيش وبيدفع 100 جنيه. مفيش الكلام ده. ده كلام. شايف ان ده ظلم؟ طبعا ظلم. لكن هقول لك، طب والناس تروح فين؟ ما في ناس ثانيه برضه غلابه، الناس مش لاقيه تاكل. انا مع حضرتك، بس انا عايز اوضح حاجه عشان الناس تستفهم معنى ما يكونش على ايه، على الزيطه. ايوه. الناس بتزيط من غير ما تفهم. ايوه. ايه النقاط الاساسيه في هذا القانون. نعم، يلا بينا نقول نفصصه. تمام. اول حاجه، هذا القانون هو تعديل للقيمه الايجاريه. يعني ايه تعديل القيمه الايجاريه؟ يعني ايه؟ يعني بما وبرضه مش على مزاج المستاجر. الناس فاهمه غلط. مش هيجي المستاجر يقول لك اديني 20,000 جنيه مثلا او اطردك. ايوه. مفيش الكلام ده. لا، الذي سينسق هذه المسألة وسيترتب عليها آثار هي الضرائب العقارية، لجنة الخبراء للضرائب العقارية. اللي هي بتقول ايه؟ انت ساكن في بولاق، مثلا القيمة الإيجارية بتاعتك هنا 1000 جنيه في بولاق، هيبقى 1000 جنيه. ايوه. طب القيمة الإيجارية عندك في الزمالك ب 5000 جنيه، يبقى ب 5000 جنيه. مركز؟ أنا مركز جدا. يعني قصدك على حسب المكان. وهيعطي لك مهلة 5 سنوات. تمام؟ 5 سنين. ومش هيطردك. ايوه. مش هيجرؤ ان هو يطردك منه نفسه. ايوه. ومش هيجرؤ يحط قيمه ايجاريه من دماغه. ايوه كده، فهمنا القانون. بص يا سيدي الفاضل. اتفضل. هو المؤجر مش هيحط قيمه ايجاريه من عندياته. ايوه. ولا من دماغه. ايوه. لا، طبقا لنصوص هذه اللائحه ونصوص هذا القانون التي ستصدر قريبا، انما هي ترك المستاجر 5 سنوات مهله. ايوه. وما يقدرش يطرده الا برفع دعوه. ايوه، ما يقدرش يطرده كده. احنا ماشيين دوله قانون. استنى بس، فور تطبيق القانون، قانون الايجار ما يقدرش يطرده. ثواني. وانا لدي شقه وفي مستاجر. تمام. والايجار بقى له 60 سنه والايجار ضعيف. اقول له اطلع بره؟ اطلع بره، هيطلع. يبقى احنا مش دوله قانون. امال ايه بقى؟ لا، الموضوع مش كده خالص. القانون ايه؟ القانون هو هيعطيك مهله 5 سنوات. حلو. وبالنسبه للقانون الجديد هيبدا بالاماكن التجاريه، مش هيبدا وطالعه بتزيق. لا، مفيش حد هيجني على المستاجر. ايوه. ولا حد هيضع المستاجر في موضع مش كويس. لا، كل الموضوع هو مهله 5 سنوات وتعديل القيمه الايجاريه المناسبه وليست براي وعنديات المؤجر. اللي هو مش بمزاجي كده. يعني مش يقول له مثلا انا عايز مليون جنيه هنا مثلا. مفيش الكلام ده. ده قانون. يعني ايه؟ هتنزل لجنه من الخبراء. الضرائب العقاريه. ليه الضرائب العقاريه؟ هو بدأ بالتجاري قصدك، المحلات والمولات؟ هيبدا، لسه ما بداش. نعم. هيبدا في تنفيذه حال الموافقه عليه. اللائحه التنفيذيه. نعم. حينما تصدر اللائحه التنفيذيه سيكون التنفيذ من خلال الوحدات التجاريه اولا. خلاص. ننطلق الى النقطه الثانيه. هيجي المؤجر يقول لك انا عاوز الشقه بتاعتي ب 20,000 جنيه. تقول له مش بمزاجك. هنلجأ لمين؟ للقانون، للمحكمة. نعم. هتفصل، هتقول لك خلاص الراجل ده عاوز يستمر في الايه؟ في القيمة الإيجارية، في العلاقة الإيجارية. التي لم يتم تعديلها منذ 100 سنة، من 1920. لا مش 1920. عدلت بعض الأمور بس ما عدلتش القيمة. نتكلم على 60 سنة كده. الله يكرمك. نعم. واخد بال حضرتك؟ نأتي إلى النقطة الفاصلة. المؤجر قال لك أنا عايز 10,000 جنيه في الوحدة. حلو. مش بمزاجه. مين الفاصل؟ الخبير القانوني اللي هو موجود في بولاق والمهندسين. يقول لك والله هذه الوحدة تقييمها الفعلي القانوني للمقتدر وغير المقتدر ب 2000 جنيه، يبقى ب 2000 جنيه.
شاء الله تكون في جاردن سيتي، على المنطقه نفسها، ان شاء الله تكون في العجوزه، ان شاء الله تكون في مهندسين عندنا حسب يقول الخبير. الخبير ده بينتدب من المحكمه حسب نصوص القانون ولا؟ وهتقيم القيمه بما يرضي الله، وليس جبرا. مش هيجي يقول له خد عفشك وامشي. ايوه، مفيش الكلام ده. احنا دوله قانون، بننظم علاقه. واخد بالك؟ معلش الناس برضو لما تيجي حد، حضرتك على حاجه اتفضل. ايوه، هينالوا دعم من الدوله. ما انا بتكلم على دي. انا بقى في احتياج بقى، احترامي عشان بس فاهمه كلامي. انا لا اسعى، لا يعني انا لست صاحب مصلحه مع المستاجر او مع المؤجر. انت ما عندكش شقق على النيل ولا حاجه؟ حتى لو عندي يا سيدي الفاضل ملوش علاقه بالقصه دي. ماشي. لا يا سيدي اصل حاسسك متحمس جدا يعني الموضوع. انا متحمس، امر قانوني. الامر قانوني يا استاذ هاني. نعم. يعني طيب اتفضل. هو تنظيم علاقه. يعني ايه تنظيم علاقه؟ انت صاحب عماره النهارده، ايوه، بتديني 20 جنيه في شقه 8 10 مليون جنيه. ما ينفعش. هذا منطقي؟ دي مش عدل كده. طيب نيجي بقى الى القيمه الايجاريه المعتبره. المعتبره. يعني ايه المعتبره؟ يعني هنا مثلا الايجار ماشي في المنطقه دي قد كده. مين اللي هيقول؟ الخبير، مش المؤجر وليس المستاجر. وممكن يتفقوا على قيمه فيما بينهم. ايوه، ويسري العقد في حق الطرفين. ممكن يتفقوا لان العقد شريعه المتعاقدين. طيب النهارده طب استنى بس، معلش مع المستشار، معلش دلوقتي بس في لغط دلوقتي ودماغها هتلف. اكبر بقى من ده. انا دماغها هتلف دلوقتي. في مشكله اكبر. الناس المحتاجون او الناس اللي هم اصحاب الدخل البسيط لهم مني ومن الشعب المصري كامل الاحترام والتقدير. القصه فين بقى؟ ان واحد يبقى عنده شقه ايجار قديم وعنده عماره مسكنها ايجار جديد. طب يرضي ربنا؟ وماسك في الشقه الايجار القديم ب 20 جنيه وهو رجل اعمال ومالك وبياخد من الناس تاني الافات. طب ده هيجي على المنظومه هيتكشف. صح كده، هيكشف. هنا وجب طرده من هذا المسكن الا ان يدفع القيمه الايجاريه الحقيقيه. لكن الناس اصحاب الدخل البسيط، الدوله، وانا ببشر الناس لاننا يعني نظرنا في هذه اللائحه وتبيناها وتعاوننا مع بعض النواب في مجلس الشعب واستضحنا بعض الامور منهم. هناك امرا مهما سيتم دعم المواطن البسيط بوحدات دخل، خلي بالك، جديده، نظام اجتماعي. وحدات قصدك اسكان اجتماعي. بس طبعا اللي موجود في المهندسين هيروح اسكان اجتماعي ازاي؟ ما تقنعنيش باشياء. خلاص في المهندسين ادفع في المهندسين. هو على راي للاسف اللفظ يعني مفيش حل وسط يعني. هو ده الحل الوسط. طيب الناس فاهمه، معلش في الكلمه، انا كاتب ايه على العنوان؟ كاتب قانون الايجار القديم مع طرد المستاجر. ده الناس فاهماه. ايوه، ده اللي الناس فاهماه. لا لن يتم طرد احد. ايوه، خلي بالك الناس احنا بنوضح. لن يتم طرد مستاجر من مكانه الا بحكم محكمه وبعد اتفاق الطرفين وبعد تحديد القيمه الايجاريه المناسبه وخلال 5 سنين. وسيبدا تنفيذ القانون بالوحدات التجاريه. نقرا يا جماعه قانون، ما نجيش على الرايجه ونعمل قصه. بس وخلي بالك. انا احترم المستاجر الضعيف اللي غير مقتدر، صاحب المعاش اللي الدوله هتساعده. لكن ما يبقاش عنده شقه ملك في التجمع الخامس وبياخد ايجار في شقه ايجار. ايوه، ده غير قانوني. لحظتها بقى هيقول له لا. خلي بالك من ضمن النقاط المهمه انه لن يتم التمديد للورثه في القانون الجديد. مش فاهم يعني واحد يقول لك انا ابنه او بنته مطلقه وتقعد في الشقه باستمرار العقد، المحكمه ادتها الكلام ده، خلاص بقى اصبح غير دستوري طبقا لحكم المحكمه الدستوريه العليا الذي صدر في 2024. يعني انتهت العلاقه الايجاريه الا اذا اتفق المؤجر على استمرار العقد بعقد جديد. متابعينا الكرام، زي ما حضراتكم شايفين حاجه رائجه جدا في المجتمع المصري وهو قانون الايجار القديم. طبعا الناس ممكن تكون فاهمه غلط عن انه في حالات طرد المستاجر. لا يا جماعه، انا كتبت العنوان مكتوب كده مع لطرد قانون الايجار القديم مع لطرد المستاجر. ده الكلام الذي يشاع ويقال. احنا دلوقتي في صعب. ايوه، احنا بنقول الحقيقه ونذكرها على مسامع حضراتكم عشان نعرفكم. قانون الايجار القديم هو قانون يضع علاقه بين المستاجر والمؤجر، علاقه قانونيه اساسها العدل، اولها العدل واخرها العدل واساسها المحكمه والقانون. شكرا لكم متابعينا الكرام، والى ان القاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يعني كده الامور وضحت للجميع ايه اللي هيتم بالنسبه لتعديل قانون الايجار القديم، وهيكون وضع المستاجر ووضع المالك ايه بالظبط. وطبعا هنبدأ بالمحلات التجارية، ده طبعا بعد 5 سنين أو بعد 5 سنين من اليوم هتبدأ الإجراءات في تعديل القانون الإيجار القديم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.